السلام عليكم ورحمه الله. اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في قناه غزال شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هذه التحليه الرائعه لعشاق الشوكولا. كتجي رقيه ولذيذه بزاف، كريميه وسهله في التحضير. كيف غادي تشوفوا معايا غادي نوجدوها بمقادير بسيطه بدون بيض ولا كريمه، وكتجينا من ألذ واروع ما يكون. هانتوما الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا باللايك وتعليقكم. كذلك ما تنساوش انكم تنضموا للقناه اذا كنتم مازال ما مشتركين. ضغطوا فقط على زر الاشتراك الاحمر وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. نخليكم على المكونات وطريقه التحضير. وبالنسبه للمقادير ديال هذه التحليه هذه فغادي نحتاجوا لجوج معالق كبار ديال السكر، معلقه كبيره ونص ديال النشا اللي هي المايزينا، كيس ديال الفلون بالنكهه ديال الكراميل، وغادي نحتاجوا كذلك الحليب. هنا عندي نصف لتر. في كاسروله غادي نعمل كل العناصر. غنعمل السكر، غنزيد الكيس ديال الفلون، وغنضيف النشا. غنخلطهم مزيان بهذا الشكل هذا، وغادي ندوبهم بنصف لتر ديال الحليب. طبعا الحليب كيكون بارد. صافي كنحاول اني نخلطهم مزيان على هذا الشكل هذا، وكنعملهم على النار دائما مع التحريك المستمر حتى كيبدا يتقل لنا الخليط. ضروري انكم تستمروا في التحريك باش هكذا ما كيتكتلش لكم النشا وما كيلصقش لكم في القاع ديال الكاسروله. هنا بعد ما بدات كتقل ولات على هذا القوام هذا غادي نطفي عليها وغادي نفرغها في الكؤوس. بالنسبه للكؤوس فانا هنا غادي نخدم بهاد الكؤوس هادو اللي كنت خديتهم من عند ساغا كويزين. كيف كتشوفوا معايا راه كيجيو بالغطاء ديالهم. صراحه كنت خديتهم بغير بشي 3 دراهم الوحده، كينفعوا بزاف خصوصا هكذا للتحليات وحتى للريض. صافي غادي نحاول اني نوزع فيهم التحليه ديالنا على هذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا معايا راه ما كنعمرهمش كاملين، كنعمر فقط النصف. هنا كاضافه خديت واحد شويه ديال البسكوي، حاولت انني نقسمو على هذا الشكل هذا، وغادي نحاول انني نحطو على التحليه ديالنا. غادي نخليها حتى كتبدا تماسك، وغادي ندوزو باش نوجدو ثاني طبقه. بالنسبه لهاد الطبقه هذه فغادي نحتاجو فيها المعلقه كبيره ديال الكاكاو، غادي نحتاجو كذلك جوج معالق كبار ديال السكر، معلقه كبيره ونص ديال النشا اللي هي المايزينا، كيس ديال الفلون بالشوكولا، وغادي نحتاجو كذلك نصف لتر ديال الحليب. بنفس الطريقه الاولى كناخذ الكاسوله ديالنا وكنعمل فيها الكيس ديال الفلون، كنضيف النشا، كنزيد كذلك السكر، وكنزيد الكاكاو. صافي غادي نخلط مزيان النواشف ديالنا على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف الحليب. هنا غادي نضيف نصف لتر ديال الحليب اللي كيكون بارد، وغادي نحرك كلشي مزيان. صافي غادي نعمل الخليط ديالنا على النار مع التحريك المستمر حتى كيبدا يتقال. هنا بعد ما كيبدا يسقال وكيولي بهذا القوام هذا غادي نطفي عليه وغادي نفرغوا على التحليه ديالنا. بطبيعه الحال كتكون الطبقه الاولى تمسكت في هذه الاثناء هذه. صافي كنحاول اني نوزعو هكذا بشكل متساوي، وكنخلي التحليه ديالنا في السطح ديال العمل حتى كتدفى، ومن بعد كندخلها للثلاجه باش كتبرد وكتمسك، وكنقدمها بالصحه والراحه. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه اللي شاركت معكم اليوم. كيف كتشوفوا معايا كتجي راقيه ولذيذه بزاف، كريميه كيف كتشوفوا معايا وسهله في التحضير. كنتمنى فعلا تجربوها للسحور او حتى الفطور ديالكم، فراه كتجي من اروع ما يكون. الى عجبتكم الوصفه وصلوا الفيديو لاكبر عدد ديال اللايك وشاركوا مع اصدقائكم. واذا كنتو جداد بالقناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس توصلوا بكل الفيديوهات. كنشكركم بزاف على المتابعه، والى الفيديو القادم ان شاء الله.